حاجة. في أوائل القرن ال15 مصر كانت تحت حكم المماليك، واللي كانوا مجموعة عبيد أتراك اشتراهم الأيوبيين من وسط آسيا علشان يجندوهم في الجيش ويسدوا العجز اللي حاصل في الجيش الأيوبي بسبب معاركهم ضد الصليبيين. واحدة واحدة بدأ الأتراك دول يترقوا في الجيش ويتدرجوا في المناصب لحد ما بقوا مسيطرين على مفاصل الدولة، وبتيجي لحظة صعودهم للعرش على إيد الأيوبيين نفسهم لما اتجوزت الملكة شجرة الدر من الأمير عز الدين أيبك بعد وفاة جوزها الملك الصالح نجم الدين أيوب. وبعد وفاة الملكة شجرة الدر نصب عز الدين أيبك نفسه سلطان على مصر، والكلام ده كان سنة 1250. ومرت الأيام والمماليك كانوا مسيطرين على البلد وعملوا دولة قوية. الدولة اللي عملوها دي ضمت مصر والشام والحجاز وشمال اليمن، وبقت هي مقر الخلافة الإسلامية بعد سقوط الدولة العباسية. لكن الخليفة العباسي كان موجود وكان بيحكم من مصر بعد سقوط بغداد، لكن بشكل سوري كده. وبقت مصر هي قلب العالم الإسلامي وحائط الصد المنيع في وش أعداء المسلمين، وزادت أهميتها أكتر مع ازدهار تجارة التوابل، وبقت مصر هي المتحكمة في طرق التجارة بسبب سيطرتها على البحر الأحمر وموقعها المميز المطل على البحر المتوسط. وبقت التوابل اللي بتيجي من الهند وشرق آسيا لازم تعدي على مصر قبل ما تروح أوروبا، لأنها هي اللي بتربط طرق التجارة دي ببعض. وأكيد السؤال